ألف سلام عليك يا سمام يا عاشور. خير، إيه اللي حصل؟ ده أنا بقلب كده على الفيس لقيتك منزل ستوري وبتقول يا رب اشفيني ومعلق محاليل وحالتك ما يعلم بها غير ربنا، فقلت أجي أطمن عليك بنفسي. ربنا يخليك يا حاج سبورت. فيك الخير والله، والحمد لله جت سليمه. اصلا انا امبارح بالليل كنت جعان قوي، ففتحت التلاجة لقيت شويه ممبار على شويه عكاوي، فطلعتهم من التلاجة وكسلت اسخنهم ورحت واكلهم زي ما هم متلجين، وربع ساعه بالظبط ما حسيتش بنفسي غير وانا هنا في المستشفى. وهو في حد برضه يا سئمان ياكل منبار وعكاوي في نص الليل؟ أنت المفروض تاكل حاجة خفيفة كده، يعني بطاطس بالفراخ، شوية كشري وتزود التقلية، رغيفين حواوشي بالخلطة. وبعدين أنت المفروض دلوقتي عندك مغص ولا تلبك معوي، قاعد ليه على كرسي متحرك؟ لا عادي يعني، اصل المستشفى هنا غاليه قوي، دي الليله الواحده ب 5000 جنيه، فقلت طالما انا دافع وصارف اخد حقي بقى واستخدم كل حاجه هنا في المستشفى، فلقيت الكرسي ده فقعدت اتمشى بشويه. ده انت باين عليك منوفي يا سئيمو. طب ده وانا داخل من باب المستشفى كان فيه مكنه كده بتاعت حاجه سجعه، انا لو اعرف انك دافع المبلغ ده كنت شربت لي يجي لترين ثلاثه على حسابك. المهم دلوقتي هتلحق الماتش بتاع فاركو يوم الاربع ولا ايه الدنيا؟ يا عم عيب عليك، ده انا لو بموت لازم العب الماتش ده، وبعدين ده هيبقى ماتش التتويج بالدوري، عايزين بقى نفرح، الواحد بقاله فتره ما فرحش. وبعدين ما تاخدنيش في دوكه، انت دلوقتي جاي تزور واحد عيان في المستشفى، إيه اللي ما شفتك داخل عليا بكيلو برتقان ولا موز؟ ده انت باين عليك انت اللي منوفي. معلش يا سئيمو حقك عليا، اصل انا كنت مستعجل وجيت لك بسرعه. وبعدين المستشفى هنا في مكان نظيف وما فيش حد بيبيع فاكهه حواليها، وانا لقيت مول كده نظيف دخلته ولقيت فيه تفاح حلو، بسأل الراجل قال لي التفاحايه ب 10 دولار، رحت سبته ومشيت. لا عندك حق الصراحه في دي، ده انا بعت البت كاتاليا تجيب لي ازازه ميه منهم، قالوا لها الازازه ب 200 جنيه، خليتها رجعت بيها تاني وقلت لها ليه هي ميه زمزم. وبعدين انت لو كنت اتمشيت حوالين المستشفى كده كنت هتلاقي واحد بتاع عربيه كبده، كنت هات لي سندوتشين ولا حاجه منه. ده ايه الطفاسه اللي انت فيها دي يا سئمان؟ ده انت لسه معدتك ما فكتش من التلبك المعوي وعايز تاكل كبده؟ وبعدين يا سيدي ولا تزعل نفسك، خد، خد ال 50 جنيه دي شبرك بيها على نفسك وهات كل اللي نفسك فيه، مع ان كنت مروح بيها في المواصلات، بس يلا مش خساره فيك. يا عم روح اتنيل، اقول لك الليله هنا ب 5000 جنيه وازازه الميه ب 200 جنيه، رايح تطلع لي 50 جنيه؟ ده انت اقل حاجه تديني 3 4000. ده لسه الواد قفشه ماشي من عندي واداني ظرف كده بفتحه بعد ما مشي لقيت فيه 7260 جنيه. طب يا اخويا اهده قفشه بتاع القضيه ممكن ومعاه فلوس مكومه، وبعدين انا غلطان اساسا ان طلعتها من جيبي. المهم دلوقتي، اللي هو صحيح في عرض جاي لك من نادي نيوم السعودي ده؟ اه يا عم، دول مصدعيني كل شويه رن رن ويبعتوا لي على الماسنجر وعلى الواتس، وكل شويه يعلوا في العرض، لما وصل دلوقتي 3 مليون دولار في الشهر. بس انا قلت لهم لو هتديهم لي في اليوم انا عمري ما اسيب الاهلي، ده انا من صغري اهلاوي وعلى كل البطولات ناوي. اصيل اصيل يا سئيم يا حراك. وبعدين ما انت بتلهف لك يجي 100 مليون من الاهلي وقعد في بلدك وسط اهلك وعيالك، ده غير كل شويه تاخد لك بطوله مع الاهلي، وكمان انت دلوقتي هداف الفريق، يعني الدنيا متظبطه معاك من كل ناحيه. بس انا عرفت دلوقتي اللي حصل لي ده بسبب ايه، ده لا بسبب منبار ولا كوارع، ده بسبب النق والفقر بتاعك. روح يا عم اتكل على الله، عايز اطلع ماشي على رجليا من المستشفى دي.